الفنانة المصرية نادية عزت ولدت في 22 من شهر فبراير عام 1938، وبرجها الفلكي هو برج الحوت. اسمها الحقيقي هو بثينة إبراهيم حجازي. درست في كلية الفنون الجميلة وتخرجت منها عاشقة الفن، وبدأت تتجه بعد تخرجها للعمل في السينما والمسرح. قدمت العديد من الأعمال الفنية، وأبرز الأدوار التي قدمتها هو دور الراقصة فهيمة في فيلم معبودة الجماهير مع الفنان الراحل عبد الحليم حافظ والفنانة شادية. كما إنها تألقت في مسلسل يوميات ونيس، ارتدت الحجاب، وكان آخر أعمالها عام 2010، ثم توفيت في مايو 2011 عن عمر ناهز 73 عام، وذلك بعد صراع طويل مع المرض. الفنانة القديرة الراحلة نادية عزت بدأت مشوارها الفني وهي طفلة في 12 من عمرها، عندما شاركت لأول مرة في فيلم السايس، والذي عُرض في عام 1950. ثم شاركت بعد ذلك في عام 1959 في فيلم معبودة الجماهير، والذي يعتبر خطوة فارقة في حياتها الفنية. ثم توالت أعمالها الفنية وتنوعت ما بين مسلسلات وأفلام ومسرحيات، فقدمت مسرحية بعنوان حماتي في التلفزيون، والتي تم عرضها في عام 1960. كان لها دور زينب في فيلم المراهقات مع الفنانة ماجدة والفنان رشدي أباظة. شاركت في مسلسل يوميات ونيس، واللي استمر حتى الجزء السابع عام 2010. ثم شاركت في نفس العام في أكثر من عمل فني، منها مسلسل أكتوبر الآخر والصيف الماضي. كذلك قدمت آخر مسلسل لها وهو مسلسل إذاعي بعنوان قصة حبي، والذي تم عرضه في نفس العام عام 2010. قبل أن ترحل عن عالمنا تاركة لنا الكثير من الأعمال الفنية، تعدت حصيلة أعمالها 250 عمل فني متنوع. برغم عدم حصولها على دور البطولة، إلا أنها ما زال لها ركن خاص في أذهان من يعرفها. تألقت الفنانة الراحلة نادية عزت في فيلم معبودة الجماهير، واللي تم عرضه في 1967، وشاركت فيه العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ والفنانة القديرة شادية. قدمت دور الراقصة فهيمة، والتي حاولت أن تفرق بين عبد الحليم وشادية بعد اتفاقهم على الزواج، حينما جسدت دور السيدة الفلاحة اللي ادعت إنها زوجة إبراهيم، والذي يجسد دوره العندليب الأسمر. وحكت هذا الكلام لسهير حبيبته، واللي قدمت دورها شادية. قدمت هذا الدور ببراعة، مما جعل الجمهور يعرفها من خلاله. كانت الفنانة نادية عزت قد قدمت هذا الدور وهي في فترة حملها، وهو ما جعل المخرجين يظهرونها في المشهد الأخير بالفيلم داخل شوال لتغطية نصف جسمها، حتى لا يتضح للجمهور إنها حامل أو يظهر حجم بطنها الكبير. ولكن الفنانة نادية عزت في أحد اللقاءات قبل وفاتها قالت إنها نادمة على قيامها بهذا الدور، وذلك قبل أن ترحل عن عالمنا بسنوات قليلة، حيث حزنت لأن الناس لا يتذكرونها سوى بهذه الشخصية الشريرة والتي قدمتها. شارك في بطولة الفيلم الفنان يوسف شعبان والفنان محمد رضا والفنان حسن فايق وغيرهم. كذلك كان هناك موقف صعب في هذا الدور روت عنه الفنانة في أحد اللقاءات قبل رحلها. قالت أن هذا الدور أثار غضب وكره الكثيرين تجاهها، وصرحت بأن إحدى معجبات العندليب الأسمر رأتها ذات مرة في الشارع بالصدفة، وبصقت عليها وأقبلت على ضربها بسبب المشهد الذي قدمته، وفرقت فيه بين البطل إبراهيم والبطلة سهير. شاركت الفنانة نادية عزت في المسلسل المصري الناجح يوميات ونيس، والذي تم تقديمه في أكثر من جزء، وهو من أشهر الأعمال التي قدمتها نادية عزت، فقد شاركت فيه منذ بداية الجزء الأول في عام 1994. بتدور أحداث المسلسل حول ونيس، واللي بيحاول جاهدا هو وزوجته أن يربوا أبنائهم تربية سليمة وتعلمهم كيف يواجهون المجتمع. حاز المسلسل على العديد من الجوائز، فهو من أشهر المسلسلات التي تم تقديمها على شاشة التلفزيون المصري. وجسدت الفنانة نادية عزت دور زينات زوجة خليل، وهما جيران ونيس وزوجته ميسة، ويحدث بينهما الكثير من المواقف الكوميدية
الكوميدية والتراجيدية كذلك. شارك في بطولة المسلسل الفنان القدير محمد صبحي، الفنانة سعاد نصر، والفنان القدير جميل راتب، الفنان الشاب سامح الشجيع، والفنانة هدى هاني وغيرهم. حقق المسلسل نجاح كبير. لعبت الفنانة نادية عزت خلال حياتها الفنية العديد من الشخصيات، منها شخصية المرأة الشريرة والحبيبة خفيفة الظل والصديقة والجدة الحنونة أيضا، لكنها ارتدت الحجاب في سنواتها الأخيرة ورفضت أن تقدم أدوار النصابة أو العاشقة، لأن هذه الأدوار لا تتناسب مع وقار حجابها. رحلت عن عالمنا الفنانة القديرة نادية عزت، وذلك في يوم 23 من شهر مايو عام 2011 عن عمر ناهز 73 عام بعد صراع مع المرض. قدمت لنا خلال حياتها العديد من الشخصيات المتنوعة. من أشهر الأفلام التي شاركت فيها الفنانة نادية عزت فيلم المراهقات في عام 1960، وفيلم معبودة الجماهير في عام 1967، وفيلم غصن الزيتون في عام 1975، وفيلم أهل القمة في عام 1981، فيلم انتبهوا أيها الأزواج في عام 1990، وفيلم علمني الحب في عام 2005، فيلم صباح كذب في عام 2006، فيلم السفاح في عام 2009. أيضا من المسلسلات التي شاركت فيها الفنانة نادية عزت مسلسل أشجان في عام 1970، ومسلسل إني راحلة في عام 1976، ومسلسل البريء في عام 1981، مسلسل رفاعة الطهطاوي في عام 1987، مسلسل عائلة الأستاذ شلش في عام 1990، ومسلسل يوميات ونيس في عام 94، مسلسل أمشير في عام 2000، مسلسل انظر حولك وابتسم في عام 2002، ومسلسل سارة في عام 2005، ومسلسل راجل غني فقير جدا في عام 2007، مسلسل قانون المراغي في 2009، مسلسل ونيس وأيامه في 2010، مسلسل مذكرات سيئة السمعة في 2010. وفي المسرحيات أيضا شاركت الفنانة نادية عزت في العديد من المسرحيات، منها مسرحية يد دفعي الحبس عام 1961، ومسرحية شغال آخر زمن في 1990، ومسرحية على بلاطة في عام 1993، ومسرحية عائلة ونيس في عام 1997. بطاقة تعريف الفنانة نادية عزت: الاسم الحقيقي بثينة إبراهيم حجازي، الاسم الفني نادية عزت، تاريخ الميلاد 22 فبراير عام 1938، تاريخ الوفاة 21 مايو عام 2011، عمرها عند الوفاة 73 عام، البرج الفلكي برج الحوت، محل الميلاد غير معروف، الجنسية مصرية، الديانة مسلمة، الحالة الاجتماعية متزوجة واسم الزوج غير معروف، عدد الأبناء غير معروف واسم الأبناء غير معروف. بداية المشوار الفني بدأت في عام 1950، سنوات النشاط من 1950 حتى عام 2010. رحم الله الفنانة القديرة نادية عزت وأسكنها فسيح جناته.